السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم سمير أحمد من اسكندرية. تعالوا نوريكم قوة الدفع. دي قوة الدفع بتبقى صفيحة، أنا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. بتبقى صفيحة بنفردها ونخلي الزاوية 90 من هنا وزاوية 90 من هنا، وهو بيبقى هنا بنزود الرطوبة فاليرقات السودا ايه بتطلع معانا يعني. وبرضه الجنب التاني فيه، بس أنا لسه طبعا كلهم مدخلهم جوه في أوضة الذباب. نعمل اليرقات اهي تبقى الرطوبة زيادة كده عشان هما بيبدأوا يطلعوا من هنا. الرطوبة بتكون زيادة كده تمام عشان هما السود ما بيحبوش الرطوبة. تعالوا بقى اوريكم الذباب وأوضة الذباب. ده الذباب اهو، في منه بدأ يتحول، في ذباب بدأ يتحول. الذباب اهو هما كام واحدة بس هما كده بدأوا. احنا حاطين لهم زرع، فرع زرع كده. وده الجاذب، عملنا علبة الجاذب تحت تمام. ودي البياضات، انا عامل بياضات كرتون. ودي حاجة عشان يشربوا منها، هي فيها مية وتيشيرت فوق عشان لما يجي يشربوا ما يغرقوش. واليرقات اللي اسمرت اهي، ثواني هفرجكم بس. هما بس ثابتين في حتة بصوا تمام. دي اليرقات ممكن تحطوها جافة من غير اي حاجة، ممكن تحطوها مع الخضار كده عادي، ممكن تحطوا معاها قش اي حاجة جافة. ممكن تحطهم في الارض اصلا وتحطولهم كرتون هتلاقيهم كلهم تحت منها. ده اليرقات اللي اسمرت. وانا تحت امركم في اي سؤال. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس، حط لنا لايك لو الفيديو عجبك. طبعا اول مرحله في الدود بتكون يرقات بيضه، ويعني هي بتبقى بيضه الاول، وبعد كده بتتحول تبدا تاكل، حجمها يكبر، حجم اليرقة ذات نفسه يكبر، تقعد 17 يوم. بعد ما تعدي 17 يوم بيبدأ منهم في منهم اسمر. الاسمر ده بناخده ونحطه في قوة الدفع. لما نلاقي حاجة اسمر نحطه في قوة الدفع بيبدأ يطلع لنا الاسمر لوحده والابيض جوه زي ما هو بياكل في قوة الدفع. بعد كده بناخدهم وندخلهم في ايه؟ في بيت العذراء. يبدأوا هما يطلعوا دبان أو زبالة الجلد الأسود تطلع، ويبدأوا بقى تحت لهم الجاذب والمية، يبدأوا يخشوا عند البياضات دي يبيضوا عندها. تبدأ انت بقى تاخد الكراتين اللي هي فيها البيض، تحط مثلا أكل مخلفات، تروح حاطط الكرتون ده فيها مدة 4 أيام أو 5 أيام، تلاقي اليرقات بدأت تطلع لك. ودي دورة حياتهم. واللي عايز أي يسألني أي سؤال تحت أمره، ورقم تليفوني هتلاقيه في عنوان الفيديو. كان معاك سمير أحمد من اسكندرية. يلا سلام.